احنا كبني ادمين المواقف الصعبة روتين عندنا، ما ينفعش اليوم يعدي من غير موقف محرج كده، وموقفين يضايقوك على الماشي وموقف ينكد عليك في اخر اليوم خالص. وزي ما دايما بيتقال، المواقف الصعبة هي اللي بتفرق الناس من بعض وبتبين شخصية كل واحد ومعدنه. عشان كده في فرجة هنقولك تتصرف ازاي لما تتحط في واحد من المواقف دي. اللي حصل حصل خلاص، دي أول حاجة لازم تقولها لنفسك. الكوباية اللي كسرتها مثلا مش هتتصلح تاني مهما حصل، فكل اللي عليك هو إنك ترمي اللي حصل ده ورا ظهرك وتركز كل تفكيرك في اللي هتعمله بس. لازم تبقى مدرك كويس إن التوتر مش هيحل حاجة، بل على العكس هيزيد الموقف للأسوأ وهيخلي تصرفاتك مش متزنة ولا مدروسة. خد كام ثانية عشان تلتقط أنفاسك وتهدى وتقدر تتغلب على مشاعرك وتتحكم في تفكيرك، ومن ثم تجبره على تجاهل أي حاجة حواليه غير التفكير في الواجب عليك عمله. أحد المهارات الرئيسية اللي لازم تتعلمها هي إنك تحدد المشكلة بالظبط. المختصين بيقولوا إن أسهل طريقة للعمل ده هي إنك تكون جملة واحدة توصف بيها المشكلة اللي قدامك بدقة، ساعتها بس هتبقى قادر تلاقي لها حل. كمان حدد دورك ومكانك في حل المشكلة دي، هل أنت المسؤول بالكامل ولا في حد في موقف قيادة لازم تاخد منه تعليمات؟ بعد كل ده أنت بقيت جاهز تاخد قرار بنسبة كبيرة يكون صائب ويخرجك من الموقف اللي أنت فيه. لو الموقف اللي اتحطيت فيه محرج بعض الشيء، ما تحاولش ابدا تخبي او تداري على اللي حصل، في الغالب بيبقى الناس اخدوا بالهم خلاص. عوضا عن ده اتصرف بهدوء وكأن الموضوع عادي خالص، وخليك عارف انك مش اول حد يقع في الموقف ده. اغلب الناس بيبقوا مهتمين برد فعلك مش بالفعل نفسه، لو اظهرت نفسك مش مهتم هم كمان مش هيهتموا. بعد ما الموقف يعدي بسلام فكر فيه لدقايق وحاول تخرج منه بدرس مفيد ليك او بنصيحة او عبرة، وبص للموضوع من زاوية مختلفة شوية. انت كسبت وتعلمت حاجة هتزيد من خبراتك وهتقلل فرص وقوعك في مواقف زي دي بعد كده. بعدها تبتسم ابتسامة امل صغيرة وتنزل تحت الفيديو تعمل لنا سبسكرايب ولايك، ده هيخلينا احنا كمان نبتسم. نشوفكم الفيديو الجاي.